يسعد أوقاتكم حبايبي، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تحضروني، وإن شاء الله بتكونوا سعيدين بفيديو اليوم. الفيديو اليوم مختلف شوي، هذا روتين يوم الجمعة. طبعا وقت اللي بنطلع من البيت كيف بتكون يعني طلعتنا. طبعا كل مرة كل جمعة شكل، كل مرة يعني لمكان، كل مرة فكرة جديدة حسب شو نحنا بيكون بدنا، شو لازمنا. ممكن نجيب أغراض، ممكن نروح مول، ممكن. فاليوم حبيت أخدكم معي، لازم لي هيك شوية أغراض للبيت، أغراض لازمتنا، فقلت بروح بنجيبها وبنرجع. فهذا طريقنا اسمه خمسة توفير. بالطريق لاتجاهه بعيد عن بيتنا تقريبا في شي نص ساعة إذا كنت ماشي وطلع لك إشارات مرور وهالقصص هدول، فبياخدوا من الوقت. عم صور لكم هيك أنا وماشية لبين ما وصلنا. وهي المكان اللي رايحين عليه، وصلنا. ويلا معي ندخل لجوا ونشوف شو في أشياء وشو رح نجيب. ما شاء الله عجقة وناس، دائما مزحوم، بس بيلبقله يعني الأشياء اللي فيه حلوة، وكل شي بدك إياه موجود. ترتاح إنه بتجيب كل أغراضك، أحسن ما تطلع تجيب من هون شوي من هون شوي. شفت هدول الأكواب عجبوني كتير، حبيتهم. بس شفت كمان إسا اللي أيوة هدول كتير كتير حلوين، وشكلهم واللمسة اللي إلهم كمان ظريفة، يعني ما أنا مزعجة. كمان جبت منهم، وجبت كمان شوية هيك حلويات لهالبنات ينبسطوا فيهم، بالإضافة للسميري. روح قلبهم السميري بتعرفوا. هلأ الفناجين والسكريات حاطينهم جنب بعضهم، السكاكر. فلهيك يعني كان تصوير قريب من بعضه. شفت هدول كمان الجاطات عجبوني، صحون التقديم يعني، في غميق وفي مسطح، واتنين بيفيدوا يعني، اتنيناتهم يعني الواحد انه بيستخدمهم. بس انا اخدت واحد هلا، قلت لحتى اجرب تقني يعني انه متانته منيح ما منيح بيخرب اوهام. وقلت يلا بالمرة الجاية باخد اسا كمان. أخدت من هدول كمان صحون الضيافة، بتحطي فيهم بزر، بسكويت، اللي بدك إياه يعني. شفت هدول كمان الطقومة كتير عجبوني، 16 قطعة هن بيجوا خرج يعني رمضان إن شاء الله هيك، بس لحتى يجي رح آخد. بس أنا ما لقيت اللون اللي بدي إياه واللي يناسب صالوني يعني وطاولتي السفرة. وفي هون كمان هدول الحدايد كلياتهم، هون قسم الحديد، المصافي، الصواني، التعليقات، الصحون، طناجر كمان صغيرة. يعني سبحان الله في أشياء يمكن غيرنا بيستخدمها ونحن ما كتير منحبها ولا منحبذها يعني، بحكي عني أنا. بالإضافة هون كمان شفت هدول الطقومة، يعني هن صايرين إزاز، بس ازازهم سميك وتقال يعني بالوزن. حبيتهم لبعض الاشياء مثل هي الصواني، حبيتها كشكل وهيك. ان شاء الله بعد فترة باذن الله رح اخذ منهم هيك يعني مثل الطقم، جاطات صغيرة، صواني، شوف شو بدي نسقهم وراح اخذهم. حبيتهم كتير واللون كتير يعني حلو هيك تقيل. بالإضافة هون كمان للمعالق والسكاكين والشوك، كمان أنا أخدت في للضيافة وفي للاستعمال الشخصي. شو بتحبوا انتو؟ أنا أخدت معالق وأخدت شوك. بدي معالق الصغيرة ما شفت، قلت المرة الجاية إن شاء الله بيكونوا جابوا. هون كمان أخدت صحون تبعون البلاستيك للطلعة للجنينة، زار إزراف يعني. في هدول كمان السلل مشان البراد، مشان وهون وصلنا على ورق الزبدة كمان أخدت. في هون كمان هدول الخشبيات تفوق يعني هيك دفات، فينكن مثلا هلأ صاير بتقدموا عليهم مثلا معجنات، تقدموا عليهم أكل. ممكن يصلحوا في منهم يعني بيصلحوا للفرم. أما مثل هادي لا، هيدي ما بتصلح للفرم نهائي، هيدي منظر بس ما أكتر. ممكن تحطي عليها يعني إنه قطع كيك كذا وتقدميها على طاولة السفرة.
هلا هون بقى خلصت غراضي ومشترياتي، وهلا نحن بوجنا على المطعم اللي رايحين نتغدى فيه. اسمه مطعم باب تومة، اكيد الكل اللي بالرياض بيعرفوه وبيروحوا عليه. بس حبيت شارككم يا وتكونوا معي بهذا اليوم كله من الأول للأخير. هذا المدخل اللي إله مدخل كتير جدا مرتب، المطعم كتير مرتب وأكله طيب ونظيف ما شاء الله. حاطين هيك مثل الشلال الصغير بدخلة المطعم، انت طالع في طابق تاني وفي طابق تالت. التالت هو عبارة عن سطوح فاتحينه هيك ومشدرينه بطريقة مرتبة، كمان في هيك شلالات، في منظر وكمان وقعدته حلوة. وحتى مثل ما حكينا الأكل جدا طيب. فأحيانا دائما هذا الطابق الثالث بيكون مزحوم وفي ناس كتير، فما كتير نحن منحب العجقة ولا منحبذ الأصوات العالية، فمنفضل إنه نقعد هيك يعني مكان ما يكون كتير عجق. الحمد لله امبارح كان ما كتير كان في عجقة، عدنا وروقنا والحمد لله رب العالمين. الله يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. هون طلبنا الأكل وجابوا لنا إياه. نحن بنحب الدجاج المشوي أنا وزوجي وحتى البنات يعني شوي، بس اليوم حبوا يغيروا طلبوا وجبات كريسبي. وهون زوجي الله يعطيه العافية عم بيتبل لي تبولة ما شاء الله عنه، الله يبارك فيه ويرزقه يا رب. هلا هون رحنا على مكتبة الجرير، كمان ناقصني شوية غراض كنت على أساس بدي أجيبها منهم، فلقيت الشي اللي بدي إياه وفي أشياء ما لقيتها أجلتها. أنا نفسي بس أشوف وأحس بعيونكوا نظرة ارتاح لها. قالوا الجمال في الروح عشان هي اللي باقية مهما هتعدي السنين. قلت الكمال إنك تشوف نفسك جميلة بأي شكل في كل عين. اختلافنا
شو رأيكم بهالغنية الحلوة؟ حبيت هيك سمعكم اياها معي مشان هيك تعيشوا الجو تماما. هلا هون بعد ما وصلت على البيت بفرجيكم بقى شو اخدت. هاي الجاط اللي حكيت لكم عنه، اخدت الغميق صحن الضيافة، وهي الاكواب اخدت منهم 3. شفتهم كبار كتير فقلت يعني هلا باخد 3، والمرة التانية ان شاء الله كمان بجيب زيادة في حال اجاني ضيف وحبيت ساويله كمان مشان يكون عندي زيادة. هدول الصحون الضيافة اللي قلت لكم عنهم مشان البزر، تمر، اي شي يعني بتحب تضيفي فيه كمان ظريف كتير، بسكوت اي شي. بالاضافة لهذا هيك جاط حبيته بس هو بلاستيك مانو ازاز، لونه وشكله هيك عجبوني حلوين. كمان لازمني شوك صغيرة كمان جبت تزيينة، بالإضافة للمعالق كمان هيك داخلهم ذهبي. كمان كنت بدي اجيب معالق الصغيرة مشان القهوة والشاي وهيك، معلقة الحجم اللي بدي اياه الصغير واللون اللي بدي اياه، يعني انه يكون ذهبي. وهي معلقات قلت يلا إلنا طلعة تانية. هون غرفة البنات لازم لا يعني سلة مهملات، جبت لهم كمان وحدة واختاروا هن هذا اللون، بالإضافة لهذه اللي حكيت لكم عنها هيك مثل الدفة هي ما بنفرم عليها بس انه مجرد يعني هيك منظر علقتها بالمطبخ. وهيدي قطعت البطاطا والجزر تعمل لها اشكال، وهي الصحون كمان. وكمان جبت قالب الحلواني، كان ما عندي، كل مرة بدي ساوي وبقول ما عندي بعدين، واخيرا اليوم جبته وطلع في 2، وفي حتى الرواس اللي إله بتتغير وإلى كذا مقاس، بالإضافة لورق الزبدة كمان أخدتهم. وهون لازمني خفقت البيض مع السباتولا اللي إلها من نفس هاي كمان ممتازين. هلا هون أنا بدي أجيب فرشاية للسجاد يعني مشان أعمل تنظيف للسجاد، كل فترة هيك بساوي لي تنظيفة، بس طلع ما في غير الكيس فيه 4. جبتهم قلت ما بيضروا، مفارش للصفرة نايلون كمان بعتازن وقت الأكل. وكمان شفت عنده كاكاو كمان جبت علبتين كمان بزيادة، دائما بحب يكون عندي اياه، بالإضافة للمحارم المعطرة الأولاد ما بيكتر عليهم. وهي السميري كمان جبت لهم اياه هيك بعلب صغيرة، حبيته بينبسطوا بالعلبة يعني بحسوا انه عم بيعملوا شي. وهدول هن اغراضي لليوم. وهلا عم ساوي معاكم الكابتشينو مثل ما فرجيتكم، وهذا الصحن حطيت فيه البسكويت وطلع شكله كتير حلو، والاكواب جدا جدا رائعين طلعوا، يعني الشكل وحتى يعني وقت بتحسوا بمتع انتوا عم تشربوا فيهم. وهذا فيديو لإلي كان اليوم، إن شاء الله تكون حبيتوا نال إعجابكم، بحبكم كتير. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك. يلا بشوفكم فيديوهات جديدة، سلام.